احنا وصلنا لمرحلة من القذارة محدش وصل لها قبل كده. نفوس البشر بقت شريرة قوي. انت متخيل ان واحد يقعد يفكر ازاي يضر بنت في سمعتها؟ اتفرج كده معايا الفيديو ده وخليك مكان البنت دي. انا مش عارفه ابتدي منين، ويمكن ده اصعب فيديو ممكن اعمله في حياتي. لانه انا تعرضت لموقف ما كنتش اتخيل ولا اتصور انا ممكن في يوم من الايام ان انا اتعرض له. لكن بما اننا حوالينا ناس جواها شر كبير قوي، فعادي، مستحيل ممكن يحصل. انا تفاجأت يوم 25 فبراير، لو يوم الاثنين، الساعه 12 بالليل او 11 ونص، مش فاكره التوقيت بالظبط، ان في يعني الاكونت ده منزل ليا صور مش حلوة ابدا. طبعا الصور دي بالنسبة لي غريبة جدا، لانه انا اصلا لو هبص على نفسي فانا ماليش حتى على موبايلي صور بدون حجاب. فالصور دي جت منين؟ اتاري في حد واخد ليا سكرين شوتس من لايفات وكمان من فيديوهات هنا موجودة عندي على الصفحة، وعمل بيها صور بالذكاء الاصطناعي لبنات عريانة، وعمل اكونتين مش واحد بس. ابتدى ينزل الصور دي على الستوري، وكمان نزلها كمان كبوست وحاجات من دي. هدير اللي قدامك دي بنت معانا على السوشيال ميديا بتقدم محتوى رياضي، زي ما انت شايف قدامك كده. بسم الله ما شاء الله، بنت محجبة ما بتطلعش تعمل حاجة تغضب ربنا، بتتكلم على الحاجة اللي هي بتحبها. بينك وبينها ايه عشان تعمل فيها كده؟ هي عملت فيك ايه عشان تعمل فيها كده؟ عشان تضرها في سمعتها. بس اقول لك على حاجة، كما تدين تدان. لو ما عندكش اخت ومش فارق معاك فانت عندك ام. لو امك متوفية ومش فارق معاك فانت هتتجوز وربنا هيكرمك ببنات. ممكن ربنا يضرك في سمعة مراتك او يضرك في سمعة بنتك، فكما تدين تدان. وما تزعليش يا بنتي على حقك، حقك جاي في الدنيا وفي الاخرة ان شاء الله. بس كده، يلا سلام.